Hallo schön, hier ist Frau Nura. Willkommen in meinem Kanal. أنا Frau نورة وأهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة كورس تعلم اللغة الألمانية للمستوى الأول. في الفيديو اللي فات كنا اتعلمنا مع بعض الضمائر الشخصية وفعل sein وفعل haben. كان في واجب. أنا قلت لكم إن أنت تكتب لي الإجابات في الكومنت وأنا هصححها لك، يا إما تفتح الفيديو اللي بعده هتلاقي على طول الإجابات، طبعا بعد ما تكون حلتها. عشان كده انا حابه ان انا اجاوب معاكم دلوقتي الاجابات عشان تصحح لنفسك. لو انت عامل حاجه غلط فانت كل اللي عليك تعمله انك تعمل جنبها كروس، وبرضو لو انت مش فاهم ليه عملتها غلط في الحاله دي اكتب لي كومنت وانا هشرح لك وهفهمك. طيب، اول حاجه بيقول لي فو نقط دو، فهتبقى فو بيس دو. انا عملت قوس، معلش كتبت كابيتال يعني. ميا ist heiß، انا حرام. دي فراو ist hübsch، تكون جميلة، hübsch يعني جميلة. aber der Mann، لكن aber يعني لكن der Mann الرجل ist nicht، ليس كذلك يعني. المرأة تكون جميلة ولكن الرجل لا. رقم 4، نورا نقط viel Arbeit، viel يعني كثير، Arbeit شغل، فنورا hat viel Arbeit. طيب viel Arbeit هنا بس، ماشي. رقم 5 هنا هتبقى haben Sie einen Laptop، هل عند حضرتك او مع حضرتك لابتوب؟ فهنا بقول حضرتك عندك لابتوب، فبيبقى الرد يا لا. وطبعا هنتعلم مع بعض ازاي ان انا اكون سؤال، ازاي ان انا اجاوب عليه، بس لسه كمان 2 فيديوز. طيب خلينا بقى نبدأ في الفيديو بتاع النهاردة، ودرس النهاردة هو ازاي ان انا اعرف اكون جملة بالالماني. Satz auf Deutsch، Satz يعني جملة، Satz يعني جملة. يلا بينا نعرف ازاي ان انا اكون جملة بالالماني عشان اعرف اتكلم الماني. طيب، ده دويتش زاتس، الجمله الالمانيه ده تكوينها، بس ده هيلخبطك جدا لو انت فهمت دق التفاصيل من دلوقتي. فعلشان نعرف نكون جمله بسهوله من غير اي مشاكل، كل اللي عليك تعمله انك وانت بتكون جمله تبقى عارف عشان اعمل جمله المانيه محتاج زوبجكت فاعل، فيرب فعل، اوبجكت يعني مفعول، هي بس بدل التي اصول كا. طيب، فلازم يبقى عندي فعل مفعول. لازم اخد بالي ان الفعل دايما اما auf Position Nummer 2، دايما موقعه رقم 2. مهم. الفعل رقم كام؟ رقم 2. تمام. اما بقى بالنسبه للزوبجكت الفاعل، طب خلينا كده نمشي حاجه خطوه عشان اعرف ارتب افكاري. انا دلوقتي عايز اجيب فاعل. ايه هو اصلا ايه ممكن في الالماني يبقى عندي فاعل؟ طيب، هبدا ان انا اقسمهم لك لكذا نقطه. 3 حاجات في الالماني ممكن اعتبرهم فاعل. اول حاجه دي بيرسونال برونومن، طبعا هي الضمائر الشخصيه مش فاعل، ولكن هي ممكن يتبدا بيها كلام، تمام؟ فعشان كده حطاها تحت النقاط. طيب، زي ايش ودو وايه زي اس وفيا، وده اللي احنا اخدناه في الدرس اللي فات. ده نام فون بيرسون، اسم شخص ممكن ابدا بيه الكلام، ليزا، نورا، ماكس، انيا، مانويل، مانفريد، اي اسم في الدنيا ممكن ابدا بيه الكلام. بعد كده عندي دي نومن، الاسماء في الالماني. اخد بالي من ملحوظه صغيره جدا، انا قلت لكم قبل كده ان اللغه الالمانيه لغه مميزه، وعلشان كده ما ينفعش ان يجي اسم الماني قبليه ما يكونش فيه اداه. يعني معنى كده ان انا لازم قبل اي اسم الماني يكون فيه اداه؟ ايوه. طيب، ايه بقى الادوات اللي عندي؟ هو ده اللي احنا هنتعلمه النهارده. عندي ادوات معرفه، وادوات نكره، وادوات نفي، وادوات تمليك. واعتقد ان الاربع ادوات دول مهمين جدا في اي لغه في الدنيا علشان تعرف اذا كانت الشيء دوا معرفه يعني بالالف ولام، ولا عايز تنفيه ولا عايز تملكه لنفسك. طيب خلينا نشوف. اول حاجه عندي بيقولك هنا فور نومن كومت ارتيكل، يعني قبل الاسم دايما بيجي الارتيكل.
عندي 4 أنواع منهم. النوع الأول هو der bestimmte Artikel، أدوات المعرفة اللي هو في اللغة العربية الألف واللام. der unbestimmte Artikel وهي النكرة، احنا في اللغة العربية بنشيل الألف واللام. der negative Artikel أدوات النفي، تمام. der positive Artikel أدوات التمليك. طيب زي ما قلت لكم هو ده هيكون درس النهارده، فخلينا نبدا ناخده بالتفصيل وواحده واحده. لو لقيت نفسك متلخبط وقف، ارجع تاني شوف الحته اللي في الاول لحد ما تفهمها. طيب زي ما اتفقنا ان اي اسم في اللغه الالمانيه لازم يجي قبليه اداه. طيب ايه بقى هي ادوات المعرفه؟ في العربي بكل سهوله عندنا الالف واللام، بس في الانجليش عندنا ذا. تمام. طيب في الألماني بقى أنا عندي 4 أدوات. الأداة الأولى وهي دي، بتيجي مع المؤنث، اسمها دي، بتيجي مع المؤنث وبتيجي مع الجمع، عشان كده قلت 4. دول 2 اهو، مرة للمؤنث ومرة للبلوغال، مرة للفيمينين ومرة للبلوغال، اسمها دي. طيب عندي der ممكن انطقها داع او دير. هتقولوا لي اني نطق صح؟ الاتنين صح عادي خالص، اقول داع او داع. طيب المهم ان انا ابقى عارف ان داع بتيجي مع الماسكولين. طيب das نيوترال، das بتيجي للمحايد، تمام. طيب خلينا ناخد امثله. Beispiele über der bestimmte Artikel، يعني امثله على ادوات المعرفه اللي هي الالف واللام باللغه العربيه. طبعا احنا قلنا ان دير بتيجي مع المذكر، فهقول der Mann، الرجل، der Tisch، الطاولة، ترابيزة، تمام. دي ناخد بالنا بس ان في حاجات في العربي بتبقى مؤنثة، في الألماني ممكن تبقى مذكرة عادي خالص، تمام. فهي ملهوش علاقة خالص. طيب خلينا نكمل وبعد كده هقول لكم نقطة صغيرة، بس خلينا نكمل عشان ما تلخبطوش. دي مؤنث بتيجي مثلا دي فراو، الامرأة. دي übung يعني التمرين. das للمحايد، das Mädchen، Mädchen يعني البنت، das Mädchen. das Buch كتاب. محدش يقول لي دي بتيجي للجماد بس، لا، عندك Mädchen يعني بنت صغيرة في العمر، تمام. فdas بتستخدم للمحايد. دي للجمع، دي Leute الشباب، دي Männer الرجال. طيب يبقى احنا كده اتعلمنا مع بعض ادوات المعرفة. ادوات المعرفة في العربي احنا عندنا الف ولام بس، في الالماني احنا عندنا 4: دير، دي، das، دي. دير للمذكر، دي للمؤنث، das للمحايد، دي للبلوغال. الحته بقى الصغيره اللي انا كنت هقولها لك وقتها، قلت هقولها لك دلوقتي عشان ما تلخبطش، يعني ما رضيتش اقولها وقتها. هو ان السؤال هنا بيجي، هو انت لسه قايله لي من شويه ان اصلا انا اصول ممكن حاجه في العربي تبقى مؤنثه في الالماني مذكر. طب هو انا هعرف كل حاجه ايه الاداه بتاعتها منين؟ هو انا هقعد احفظ كل كلمه باداتها؟ طيب هو في زي تريكس اند تيبس كده صغيره، وده هيبقى ليها فيديو ان شاء الله بتقول لك ايه الحاجات اللي بتيجي مع دير ومع دي ومع دس. ولكن يعني عزيزي المشاهد 70% من الحاجات هتضطر تحفظها، و30 بس التريكس اند تيبس دول هم اللي هيساعدوك انك تعرف. طبعا لما تمشي في اللغه وتبقى النيفو بتاعك الشباخ نيفو عالي شويه، هتلاقي نفسك ان انت اوريدي ممكن تعرف الارتيكل بحكم ان انت طول النهار بتقرا في اللغه وكده على طول من غير ما تبقى مذاكر. ولكن في الاول لابد ان انت تحفظ كل كلمه بالارتيكل بتاعها، عشان هتتعب جدا لو حفظت الكلمات من غير ارتيكل. طيب انا كده قلت لك وعليك بقى. طب يلا بينا نتعلم الunbestimmte ارتيكل وهي ادوات النكره. طيب في العربي لما بعوز اعمل كلمه نكره بشيل الالف واللام وخلصنا، او في الانجليش بحط الأ او الان. سوري. في الالماني بقى لا انا عندي برضو 3 ادوات، تمام، بستخدمهم عشان اعمل الكلمه نكره. eine للفيمينين، ein للنيوترال، ein للماسكولين. واحده للمؤنث eine اسمها eine،
المحايد ein ein، المذكر ein. حد بقى دلوقتي يجيلي والجمع فين؟ هي لا، ما عندناش ابدا 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 نكره في الجمع. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا لو انا كلمه عندي جمع ما بقدرش ان انا اخليها نكره، ما بحطش اصلا اداه نكره. تمام، هنشوف امثله على الكلام دوت. يلا بينا. هنا انا كنت بشرح لك بقولك بايشبيل ان دير اصلا المذكر بتبقى ein. انت لو فهمت ان دي كلمه ماسكولين المذكر بتاعها ein مش هتحتاج دوت. دي بتبقى eine، يعني مثلا ein Mann رجل، eine Brille نضاره، مش النضاره، نضاره على طول. das بتبقى ein Mädchen بنت. اهو هنا لا يوجد جمع في النكره. يعني هنا مثلا دي كندا الاطفال، كندا يعني اطفال، فهقول كندا على طول، مش هقول مفيش حاجه بقى eine ولا مش eine، مش هحط حاجه. اوكي طيب، خلينا ناخد übung تمرين. دي فراو، التمرين ده بيقول لك ان انت هتحول الكلمات دي من معرفه يعني المراه لمراه. eine Frau، das Buch الكتاب، كتاب هيبقى ein Buch. تمام. دي Leute جمع، هتبقى ايه؟ هتبقى Leute عادي خالص من غير اي حاجه، مش هحط اي حاجه قبلها. دي Mutter الام مؤنث، هتبقى eine Mutter. der Vater الاب تبقى ein Vater. حلو جدا. وبكده نكون اخدنا ادوات المعرفة وادوات النكرة. زي ما اتفقنا ان اي اسم في اللغة الالمانية لازم يجي قبليه اداة، واتفقنا ان احنا عندنا 4 ادوات ممكن يجوا، يا اداة معرفة، يا اداة نكرة، يا اداة نفي، يا اداة تمليك. فاحنا النهاردة اخدنا مع بعض البشتمت ارتيكل دير ودي وداس ودي. الانبشتمت ارتيكل ein eine ein، وفي الجمع مفيش. النيجاتيف بقى والبوزيتيف ارتيكل دول ان شاء الله هناخدهم في فيديو تاني. تمام، فاقدر اقول لكم دلوقتي تشوس اون ذس